أسعدتم أوقاتكم مشاهدينا الأكارم من الفضائية الإرترية. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، معكم فيها قاسم محمود. البادئ كالعادة بأهم ما جاء فيها. تقييم الأنشطة الثقافية والريادية في الأقاليم. تأهيل المحتاجين في غردات. المرأة في جنوب البحر الأحمر تعقد سيمينارا لعضوات قوات الدفاع. مسلحون يقتلون 50 شخصا على الأقل في شمال نيجيريا. القوات السورية تدخل سراق وتركيا تتوعد بمواصلة القتال. انطلاق محادثات صعبة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول العلاقات التجارية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قيمت مفوضية الثقافة والريادة الأنشطة التي نفذتها عام 2019 في الأقاليم. وأوضح مفوض الثقافة والريادة السفير زمد التخليف في الاجتماع أن الهدف من التقييم هو التعرف على القصور ومميزات العمل للدفع بالأنشطة الفاعلة والمتوازنة على مستوى البلاد. وناقش الاجتماع تقارير مكاتب المفوضية في الأقاليم وبحث أعمال تقوية الأنشطة الرياضية والثقافية والدفع بأعمال استكشاف الموروثات الثقافية والآثار وتطوير البحوث الأثرية وغيرها. ودعا سفير زمد الأقاليم العمل من أجل إيجاد حل تدريجي للنواقص والدفع بالأنشطة الثقافية والرياضية والمجالات المرتبطة بها وتطويرها باستغلال جيد للموارد، مؤكدا استعداد المفوضية لتقديم كل الدعم والتشجيع لتطوير المناشط الثقافية والرياضية على مستوى البلاد. أعلن مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم القشبرك أن الجهود تبذل لرعاية المحتاجين في غردات. وأوضح مسؤول الرعاية الاجتماعية في المكتب السيد تصفى جبر سلاسي أن التدريب المقدم للجان التأهيل الاجتماعي والتنموي يساعد للتعرف على المعاقين والمسنين المحتاجين ودعمهم ومساعدتهم للاعتماد على أنفسهم. وقال أن الكثير من المعاقين والمحتاجين يعانون اجتماعيا واقتصاديا لعدم التعرف إليهم بهدف مساعدتهم، داعيا المجتمع ولجان التأهيل لإنجاح البرامج الحكومية الهادفة إلى تمكين المحتاجين من الاعتماد على أنفسهم بتقديم الدعم لهم. وقدم في الاجتماع توضيحا للجان التأهيل الاجتماعي والتنموي في القرى عن اللوائح والتعليمات بشأن المبادرات التي يتوجب اتخاذها للتعرف على المحتاجين ومساعدتهم. من جانبه أوضح مدير مديرية غردات السيد إسحاق طعوم أهمية التوضيح المقدم، مؤكدا على استعداد إدارة المديرية للمساهمة حسب الإمكانات. عقد فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في إقليم جنوب البحر الأحمر سيمينارا لعضوات قوات الدفاع. وذكرت مسؤولة الفرع السيدة سعدية إبراهيم بأن مشاركة المرأة المنافسة التي تحققت في كافة المجالات هي نتاج الاستثمار الضخم الذي جرى خلال ربع قرن في تطوير القوى البشرية ووعي المجتمع المدني، داعية المرأة باعتبارها نصف المجتمع للاستفادة الجيدة من الفرص الأكاديمية والدورات المهنية المتاحة. وأشارت السيدة سعدية إلى أن التطور الكبير الذي شهده القطاع الصحي والمساعي الحثيثة الجارية لمحاربة العادات الضارة لعبت دورا كبيرا في تطور المرأة، مناشدة إياها لتعزيز دورها البناء بالتأطير في الاتحاد. وأوضحت السيدة سعدية بأن النضال الذي خاضه الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية خلال 40 عاما مضت لنيل الحرية وحماية السيادة الوطنية وإرساء الفرص العادلة والإنجازات المحققة في الإعمار الوطني ونتائجها جزء من تاريخنا العريق، مشيرة إلى استمرارية النضال اليوم أيضا حتى تأمين المساواة المتكاملة. دشن في الأول من مارس معمل ومكتبة رقمية في مدرسة حبن الثانوية بمدينة مندفر بجهد أولياء الأمور، وذلك في إطار المبادرات الشعبية لسد نواقص المدارس. وذكر في المناسبة بأن هذه التجهيزات ستسهم بدور كبير للدفع بالعملية التعليمية ورفع كفاءة الطلاب. وأوضح الطلاب بأن التجهيزات التي أرسلت ستساعدهم في العمل التطبيقي للدراسة النظرية. وأفاد أعضاء لجنة الآباء عن وجود خطة لحل إشكالية المياه وبناء ملعب لكرة القدم، داعين لتعزيز دور المجتمع من أجل تنفيذه في أقرب وقت ممكن.
قدم المواطنون من الأقليم الأوسط والمقيمين في أستراليا مبلغ 36 ألف دولار و182 ألف نقفة لإعادة أسر الشهداء وتنمية صندوق أمانة الشهداء. وأفادت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بأن 41 مواطنا مقيما في أستراليا قدم 36 ألف دولار أمريكي لإعادة أسر الشهداء. وقدم أحدهم وهو سلمون جبراب مبلغ 7200 دولار لإعادة 10 أسرة شهداء. من جهة أخرى تبرع أعضاء جمعية عوت لحافلات المواصلات العامة 180 ألف نقفة لإعادة 30 أسرة شهيد للعام الثاني. بينما تبرع مواطنان من الإقليم الأوسط لم يرغبا لذكر اسميهما ب2000 نقفة لتنمية صندوق أمانة الشهداء. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم وافيكم بالأنباء الرصيد العالمي فابقوا معنا. أهلا بكم. قال حاكم ولاية كادونا النيجيرية إن عصابة مسلحة قتلت 50 شخصا على الأقل في هجمات على قرب الولاية الواقعة في شمال البلاد. وأضاف حاكم الولاية أثناء زيارة للمناطق التي تعرضت للهجوم أن المسلحين يشتبه بأنهم جاءوا من ولايتي كات-سيدا وزمنفرا المجاورتين ومن جمهورية النيجر. وتابع قائلا إنه تم إرسال قوات إلى المنطقة. ولقي المئات حتفهم في شمال غرب نيجيريا منذ العام الماضي في هجمات ألقت الحكومة بالمسؤولية عنها على قطاع الطرق أو متوصف بعصابات من الخارجين على القانون تنفذ عمليات النهب وخطف. وأشعل المسلحون النار في البيوت والسيارات خلال هجوم ولاية كادونا الذي استهدف 5 قرى. وعبر الرئيس النيجيري محمد بخاري في بيان عن أسفه لسقوط القتلى وقال إن الحكومة عازمة على إحباط وهزيمة المسؤولين عن الهجوم. دخلت قوات الحكومة السورية بلدة استراتيجية تسيطر عليها المعارضة في محافظة إدلب. وقالت تركيا إنها ستواصل قصف القوات الحكومية السورية بعد تصعيد عملياتها العسكرية في مطلع الأسبوع. وتبادلت تركيا وروسيا اللتان اقتربتا أكثر من أي وقت مضى من المواجهة المباشرة في سوريا في الأيام القليلة الماضية التهديدات بشأن المجال الجوي بعدما أسقطت القوات التركية طائرتين سوريتين مقاتلتين وضربت مطارا عسكريا. وتصاعد القتال بدرجة كبيرة في الأيام القليلة الماضية في شمال غرب سوريا، حيث أرسلت تركيا آلاف القوات والمركبات العسكرية الشهر الماضي من أجل التصدي لتقدم القوات الحكومية السورية في آخر معقل للمعارضة. وقال مراسل التلفزيون السوري الرسمي في سراقب إن الجيش يقوم بتمشيط البلدة بعد انسحاب قوات المعارضة المدعومة من تركيا. وقالت مصادر من المعارضة أن الاشتباكات مستمرة في المناطق القريبة من البلدة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المعارضة تحاول استعادة سيطرتها عليها. انتقل كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى مرحلة ما بعد بريكسيت عبر الانطلاق في التفاوض حول التبادل التجاري، وذلك لتأسيس مرحلة جديدة بين الطرفين بهذا الخصوص. والتقى كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنيه ونظيره البريطاني ديفيد فروست في بروكسل لتنطلق محادثات مكثفة تستمر عدة أشهر سيشارك فيها نحو 100 مسؤول من كل طرف، ومن المتوقع أن تنتهي مع نهاية العام، وهو موعد انتهاء الفترة الانتقالية للمملكة المتحدة والتي تستمر خلالها في تجارتها مع الاتحاد الأوروبي كأي دولة أخرى في الاتحاد دون رسوم أو عراقيل. وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد استبعد تمديد الفترة الانتقالية، ويسعى الجانبان لعقد قمة بينهما في يونيو لاتخاذ قرار حول ما إذا كان من المجد مواصلة المفاوضات. قالت السلطات الإندونيسية إن بركان جبل ميرابي ثار مما أدى لانبعاث عمود من الرماد البركاني بارتفاع 6 كيلومترات، وتسبب في إغلاق المطار بمدينة سولو القريبة على جزيرة جاوا ذات الكثافة السكانية المرتفعة. والبركان القريب من مدينتي يوجياكارتا وسولو هو أحد أنشط البراكين في إندونيسيا، وأودت سلسلة ثورات له بحياة أكثر من 350 شخصا عام 2010.
وأصدرت النشرة تعليمات الطيران بالمرصد الإندونيسي للبراكين إنذارا أحمر، وقالت إن سحابة الرماد تتحرك نحو الشمال. وناشدت الوكالة المحلية لمكافحة الكوارث السكان الابتعاد عن منطقة محيطها 3 كيلومترات حول جبل ميرابي. وأعلنت السلطات أن الثوران استمر حوالي 8 دقائق، وحذرت من ثوران أخرى للبركان في ظل استمرار تحركات الحمم البركانية. هكذا انتهت النشرة مشاهدينا الأكارم، شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.